مغترب في السعودية، ويشتغل في بنشر سفري، وفي أسرة يمكن استعانوا باعوا سيارة فيها أسرة، وفي طريق صحراوي هكذا ما بين الدمام والرياض تقريبا، وعمل بواجبه وعمله، ونسيوا هذه الأسرة الشنطة. شنطة طبعا مليئة بالذهب حقهم، الحزام والأساور مثل ما تشوفوا هذه الشنطة اللي قدامكم. فالرجال ما عاد قدر يوصل لهم، ولكن الأمانة فوق كل شيء، ما قدر يوصل لهم. فاتصل ب3 ساعات يمكن في السعودية، 9 ساعات، فقال لهم في شنطة فيها ذهب نسيوها ناس ما عرفت منهم. طلبوا منه، اتصلوا به بعدين يمكن مركز الشرطة، طلبوا منه الأوصاف، وقال لهم قالوا له ايش الذهب اللي موجود؟ قال لهم كذا وكذا. فجاب لهم الأوصاف اللي فيها، وقالوا فعلا في أسرة بلغت واستدعوا الشرطة، وحضر وقتل الأسرة متفاجئين ومستغربين. ذهب، شوفوا الذهب قدامكم، أنا بعرضها لكم علشان تشعروا وتحسوا بكمية أنه هناك في أمانة، حتى وإن كان ما الإنسان يعيش من عرق يمينه فقط. فالحرمة مباشرة لما وصلت قالت لهم أولا بصلي ركعتين لله الشكر، وصلت ركعتين وقالت والله العظيم أني أدعي من يوم ما ضيعت الشنطة هذه أن تكون في يد أمينة. فعلا وقعت في يد شخص يعني أمين. وقالوا خلاص بنستلم الشنطة. قال لهم لا الرجال افتحوها وشوفوا لو في ناقص شيء فيها ولا شيء. قالوا لا، ما أنت قدك وصلت هذا. قالوا لا، وأصر عليهم وفتحوا الشنطة وشافوا وقالوا كل شيء مضبوط ولا ناقص فيها شيء. أصروا عليه بيعطوه مبلغ من المال، رفض رفض قاطع. قال الحمد لله أن الأمانة هذا وصل. من فين هذا الشخص؟ هذا من اليمن، واحد من يافع الخير، يافع الكرم، يافع الجود، يافع يا أخي اليافع ولا خليته معه، يافع الأمانة، يافع السمو، يافع الرفعة، ومن مرفد